ازيكم. وزارة السياحة السورية أعلنت أن عدد القادمين إلى البلاد للسياحة تجاوز 1,000,000 بحلول الشهر السابع 2024، مما يعكس 5% زيادة عن العام الماضي، ده بحسب وزارة السياحة السورية. يعني كمان قالوا ان اللي بيزور سوريا من السوريين برضو هو 1,250,000 اللي هم بيروحوا، طبعا بيرجعوا بقى علينا وكده يعني. الوزارة قالت ان في 26% من السياحة الدينية والثقافية يعني زيادة عن العام الماضي، وهم يعني استهلكوا او يعني قضوا 29,000 ليلة فندقية بزيادة 33% عن العام الماضي. يعني في سياحة في سوريا، ده فضلا عن الدوري الممتاز، دوري كرة القدم الممتاز اللي شغال دلوقتي في سوريا. طب يعني سوريا اهي آمنة، والناس نفس السوريين بيروحوا، بس بيرجعوا تاني من سوريا على أساس إن سوريا بقت خلاص للسياحة والهيصة، ويعني ويدفعوا لها، يودوا الفلوس ويجيبوا الفلوس من هناك وكده يعني. لكن هما بيودوا ما بيجيبوش الفلوس يعني. المهم يعني ما علينا، ده مش شأننا احنا، المهم ان هي البلد آمنة. طبعا انا هعمل الفيديو ده وهلاقي بقى ايه يعني قلة الادب والشتايم هتشتغل بقى، وانت عنصرية ومش عنصرية، كأن لازم احنا نحطهم عندنا، يعني كأننا خلفناهم ونسيناهم. هما بيبنوا بلدهم بقى وجايين ايه يقعدوا عندنا على بال ما البلد تنضف. عارف اللي بيسيب شقته على بال ما تتشطب وتنضف ويعملوها، فيقعدوا عند اي حد كده يبلوه بيهم. ده اللي حصل معانا، هم قاعدين عندنا على بال ما البلد تنتعش و... وتنضف والسياحة تدخل والدنيا تبقى حلوة. ويقول لك اصل احنا قاعدين يا حرام بنستغيث بيكم. بيستغيثوا من 2011 يا جماعة. يعني عيب والله، يعني عيب ان يعني الاستهبال على الشعب المصري كده. وللاسف اللي بيشجعوهم ويقولوا، يقول لك دول ما لهمش حد وكتر خيرهم ان هم قاعدين عندنا لا، مش كتر خيرهم ولا اي حاجه. احنا ذنبنا ايه؟ الناس دي ذنبها ايه؟ وبعدين اللي بلده امنه خلاص خلصنا، ليه نتحمل عبء ملايين؟ وبعدين ناس قاعده من 2011 14 سنه، ولما بتيجي تتكلم معاهم حتى ما يقولوش متشكرين على ال 14 سنه اللي احنا قعدناهم وضيقنا عليكم عيشتكم. لا، يدخل الشتيمه وقله الادب، ويقول لك الارض ارض الله، مع ان بلدهم كانت ارض الله برضو والله، وما زالت ارض الله. فيعني مش فاهمه يعني، ولا هم استهبال علينا احنا بس، ولا ايه؟ مش فاهمه. يا جماعه عيب، ارجعوا بلدكم، ارجعوا بلدكم. مش معقوله كده يعني ان انتوا تكونوا بلدكم على حسابنا يعني. احنا برضو بني ادمين ولينا حقوق.